أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك علي توجيه رساله دعم إلى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك. اللاعب الذي دهس أحد المواطنين منذ أيام، وكانت اليوم الاثنين أول جلسة لنظر القضية، وتم تأجيلها إلي يوم 16 سبتمبر القادم مع استمرار حبس فتوح. وجه أحمد سيد زيزو رساله إلى فتوح عبر ستورة صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث كتب: يا رب فك الكرب، مصحوب هذا الدعاء بإيموشن. الدعاء لأحمد فتوح. قررت محكمة جنايات مطروح تأجيل جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب فريق نادي الزمالك إلى يوم 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه، حيث انعقدت اليوم أولى جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. الجلسة كانت في مقر محكمة جنايات مطروح وبرئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وذلك في واقعة تعاطي الحشيش، وأيضا التسبب في وفاة مواطن